وانا بخزن السلق والكزبره بحب ان انا اكتر شويه بحيث ان هو يبقى جاهز معايا في الفريزر. القلقاس لو خلص مش مشكله خالص، هجيب زي ما انتم شايفين كده وهقطعه واغسله بالشكل ده، وهيبقى معايا السلق والكزبره جاهز، هينجز معايا وقت كبير جدا. بصوا بقى البط لونه جميل جدا جدا، وطلعته من الفرن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهنا بقى الرز كان استوى. وبحب كمان ان انا اغرف الشوربه في موجود بالشكل ده بصراحه، وحبايب قلبي اللي عارفيني يعني او قريبين مني جامد لما بروح عندهم او يعني عارفين ان انا بشرب الشوربه بالشكل ده. بتحبي بقى تعصري عليها ليمونه، كل واحد ليه كوبايته كده. بحب قوي يعني الحركه دي بصراحه. هنا بحط بقى شويه بقدونس كده على البط بتاعنا، وعندي طبعا فلفل الوان كنت مقطعاه كده. والقلقاس كان استوى معايا بقى زي الزبده زي ما انتم شايفين. وعملت شويه سلطه خضراء وشويه شيبسي. وكانت اكله لذيذه وسهله وسريعه، واتمنى تعجبكم يا حبايب قلبي، وتقولي في تعليقاتكم الجميله.